نكمل الشخصيات التي تتسم بالبيتراي. بدأت لك بالأخ فرناند. أنا بعمل لك كونكت ما بين الشخصيات. بدأت لك بشخصيات الأونست، وهي شخصية إدموند، كان بطل الرواية، الشخصية اللي كانت محترمة جدا، الشخصية اللي كانت أمينة جدا. نزلت لك بأبيفيريا، الشخصية اللي اتظلمت وبرضه اتسجنت، اللي كان يتسم بالمعرفة، واللي ادى للاخ ادموند، اداله الماب اوف تريجر، واللي علم ادموند الساينس، واللي علمه النولج. فهو شخصيه محترمه جدا، شخصيه كانت حكيمه، علم ادموند كتير. نزلنا بعد كده الميرسيدز، وهي شخصيه من الشخصيات التي تتسم بالترو لاف، بالحب الحقيقي. البنت اللي قعدت منتظره ادموند لمده كبيره لغايه ما اجبروها اهلها اللي هي تتجوز من فرناند. شرحت لك فرناند اللي هو كان شخصيه تتسم بالخيانه، شخصيه تتسم سيلفش امبيشنز، بالطموح الاناني. لذلك هنبدا نتكلم في شخصيات الخيانه، وهو فرناند اللي خلصنا منه. هننزل لشخصيه الخامسه اللي هي شخصيه دينجرز، وهو شخصيه تتسم بالخيانه ايضا. هي از جريدي، كان طماع. انفيوس، كان يتسم اللي هو انفي، يتسم برضه ان هو بيحب الحقد، بيحب الحسد. ما كانش شخصيه محترمه. اند كانينج، وكان شخصيه ماكره. He helps write the false letter to destroy Edmund life. هو كتب رسالة علشان يدمر مستقبل إدموند. مين هو دينجرز؟ دينجرز كان صديق إدموند، الاثنين كانوا صحاب، والاثنين يعتبروا كان كابتن اوف شيب. بس لما قائد السفينة الأولاني مات، السيلورز البحارة قرروا اللي هم يخلوا إدموند هو الليدر اوف ذا شيب. في الوقت ده الأخ دينجرز غار، فقرر اللي هو يكتب رسالة يدمر بيها مستقبل الاخ ادموند. عشان كده عندنا شخصيتين يتسموا بالخيانه، وهيجي لك الشخص الثالث دلوقتي. شخصيه فرناند اللي خان ادموند عشان ياخد حبيبته، وشخصيه دينجرز اللي خان ادموند عشان يحصل على قياده السفينه. فهو الاثنين دول يتسموا بالخيانه، ومش اي انواع من انواع الخيانه، لان خيانه الصديق هي اكتر انواع في الخيانه تتسم بالقبح. تعال نكمل شخصيات دينجرز. He feels jealous of Edmund success on the ship. هو شعر بالغيرة والحقد من نجاح إدموند لما قدر يوصل السفينة لبر الأمان. He represents greed and betrayal and selfishness. بيمثل الطمع، وبيمثل الخيانة، وبيمثل الأنانية. الشخصية بقى اللي هتمثل الطموح، بس الطموح اللي هيدمر كل حاجة، وهي شخصية فاليفورد، شخصية المدعي العام. الشخصية اللي قررت اللي هي تنتقم من كل الأشخاص عشان تقدر تحصل على يبقى ذات نفوذ، ذات قوة، يقدر يعلي منصبه، يقدر بروتكت هيز فاميلي اند بروتكت هيم سيلف، يقدر يحمي نفسه ويقدر يحمي منصبه. فدمر الرسالة خالص، وفي النهاية حط ادموند انسايد ذا بريزون عشان يحمي نفسه ويحمي هيز فازر من هذه المسج. مين هو فالي فورد؟ هو از امبيشيوس، هو شخص طموح برضه، شخص سيلفش، شخص اناني اند كليفر، بس في نفس الوقت يتسم بالذكاء. تو بروتكت هيز فازر عشان يحمي والده اند هيز كارير ويحوي الوظيفه بتاعته. هي ساكريفايزز ادموند، هو ضحى بادموند، فدمر الرساله سيادتك، وحط ادموند انسايد ذا بريزون عشان يحمي نفسه. شخصيات كلها خيانه، شخصيات كلها عدم امانه، شخصيات كلها ما عندهاش انتماء الا لنفسها. واحنا لو انت تلاحظ ان القصه بتناقش مفهومين مهمين، ومفهوم الاونستي والديس اونستي اللي هي الصدق والخيانه، وهم صفات في مجتمعنا كتيره جدا. فلازم الانسان يكون وفي، لازم يكون الانسان عنده انتماء لصديقه وللمكان اللي هو فيه. تعال نكمل شخصيه فالي فورد. هي لوكس ريسبكتبل، هو قدام الناس ذات مظهر اجتماعي مهم. outside but is corrupt inside، ولكن في داخله شخصيه فاسده، الشخصيه اللي تدمر مستقبل شخص تاني علشان هو اللي يطلع واللي هو يحقق السلطه بتاعته ويحقق الباور بتاعه وينقذ والده وينقذ الاسره بتاعته. يبقى شخصيه مش ريسبكتابل، شخصيه very very bad. هي ريبريزنت، هو بيمثل الامبيشنز، بيمثل الكوربشن، الفساد. كلمات كلها مهمه. الانجاستس، الخيانه والظلم. هننزل لشخصيه والد ادموند. ادموند فازر، هو كان كايند، كان هامبل، كان شخصيه متواضعه اند لافينج، كان شخصيه الناس بتحبه كتير. هي فولز انتو بوفرتي، هو شعر وقع في الفقر. اند دايز اوف جريف، ومات من الحزن.
كان فيري ساد علشان ابنه ادموند اللي انسايد ذا بريزون، اللي اتاخد يوم الويدنج بارت بتاعه، اللي يوم حفل زفافه، بسبب، انا عمال ارجع لك الاحداث، بسبب ان فيرناند تعاون مع الدينجرز. كل واحد عنده اغراض واهداف عايز يحققها. واحد عايز يطلع يبقى رئيس السفينه وعايز هو اللي يتولى قيادتها، فراح خان ادموند. واحد كان عايز ياخد خطيبه ادموند ومرات ادموند، فراح خانه. فالاثنين تآمروا مع بعض، عملوا حاجه اسمها ميك ا بلوت، عملوا حاجه اسمها مؤامره علشان ياخدوا، كل واحد ياخد الغرض اللي هو عايزه. He represent family love، هو يمثل الحب الحقيقي، اللويالتي اند الساكريفايس، ويمثل التضحيه. فهي شخصيات ما كانتش مؤثره قوي في القصه، ادموند فازر. وموريل، مين هو بقى موريل؟ he is loyal، هو كان لويال، كان honest، كان امين، and supportive، وكان شخصيه داعمه لاي حد. he waits for Edmund return، هو كان منتظر عوده ادموند and shows a true love friendship، عشان يظهر له الصداقه الحقيقيه. he trusts ادموند، هو كان بيحب ادموند وبيثق فيه قوي. اندي ديفندز هيم، وكان فضل يدافع عنه. وين اذرز بيتراي هيم، في الوقت اللي فيه كتير خانوه. هي ريبريزنت لويالتي، فيث اند ترو فريندشيب، هو بيمثل الوفاء والامانه والصدق والصداقه الحقيقيه. يبقى هنا يا طلبه الثانويه العامه، السؤال اللي انت بتغفل عنه هو سؤال القصه. بيجي لك سؤال يعتبر على الشخصيات، وسؤال على موضوعات القصه اللي هي سيمز اوف نوفل. فانا النهارده كلمتك على الشخصيات وهي الشخصيات الاساسيه. لو انت ذاكرت الشخصيات دي جدا وعرفت كل واحد فيهم بيمثل ايه، هتقدر تحل بعد ما تترجم السؤال. لان انت طبيعي مش هتذاكر 12 شابتر، فلازم تعرف السمري بتاع كل حاجه، السمري بتاع الشخصيات، السمري بتاع السيمز بتاع القصه. لازم تعرف الاسئله المهمه اللي جت في الستودنت بوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.